السلام عليكم ومرحبا بكم أخواتي، وش راكم؟ توحشتكم ياسر ياسر. نتمنى يا ربي تكونوا كل وحدة باسمها راكم لاباس وتشوفوا في هذا الفيديو على خير وعافية. بسم الله على بركة الله. وصفتنا لنهار اليوم ما كانش لي ما ذاقهاش عندي وما يقوليش باللي مميزة. الكمونية على طريقة أم أسماء دائما يحبوها. نتمنى أنكم تعملوها بهذا الطريقة وعمركم ما تندموا عليها. نقول لكم صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أنا عندي كسرونة تاعي درت فيها 5 مغارف تاع الزيت. 5 مغارف تاع الزيت ضروري ان نسخنوه مليح، ومن بعد نجيبوا لي زابا تاعنا ولا هذيك الكنزه والكبده والقلب اللي تكونوا غسلتوه مليح. بعد ما تنظفوهم تغسلوهم مليح، وفي الماء الاخر هذاك ديروا رونديلات تاع القارص ولا قطرات من الخل، تخلوهم 5 دقائق في هذاك الماء والخل ولا القارص، بعد تخلوهم يستقطروا، ومن بعد تجيبوا تقلوهم في هذوك الخمس مغارف تاع الزيت. اول خطوه ضروري ان نقليوهم مليح في هذوك الخمس مغارف تاع الزيت حتى ياخذوا تحميره مليحه. هذيك التحميره ودائما تقلوا في نفس الكسرونه اللي راح طيبوا فيها الكمونيه، لانه هذاك البقايا اللي تكون ملتصقه ولا تكون لاصقه في هذيك الكسرونه تاعكم، هذاك هو اللي راح يبنن لكم الطبق تاعكم ولا الماكله تاعكم ان صح التعبير. بعد ما قليت الكنزه تاعي والكبده اللي هما لي زابا، قليتهم مليح حمرتهم مليح كما راكم تشوفوا في 5 مغارف كبار تاع زيت. 5 مغارف تكفي. هنا بالنسبه للمقدار تاع لي زابا اللي عندي تقريبا عندي قيمه 40,000 يعني 38,000 بالضبط. في هذيك الزيت اللي قليت فيها الكنزه والكبده نجيبوا بصله صغيره قطعتها مربعات صغيره، نقليها ولا نخليها حتى تذبال في هذاك الزيت. ضروري انكم تقليوا البصله اول شيء باش تجي البنه تاع ليزابا تاعكم ولا الكمونيه هايله. بعد ما قليت هذيك البصله وشفتها بدات تذبال، نجيبوا كعبه تاع طماطم مربيه، 3 سنة ثوم وورقه عرند. نستمر دائما في التقليه. راكم تشوفوا في هذيك البقايا تاع القليان هذاك تاع الكبده والكنزه لصق في هذيك الكسرونه، بصح كي ديروا السوائل تاع الطماطم والبصله شويه تبدا تذوب هذيك وتبدا تنحى لكم من الكسرونه هذيك البقايا الملتصقه، وذاك هو اللي راح يزيد يبنن لكم الماكله تاعكم. درت نصف مغرف كبيره تاع معجون طماطم كيما شفتوني. نجيب كمشه ولا كميه صغيره خلاص تاع الحمص، دائما الكميه تاع الحمص تكون اقل من ليزابا اللي عندكم. بالنسبه للفاحات اللي عندي فلفل عكري حلو، عندي راس الحانوت، عندي ملح، شويه فلفل كحل، وعندي الكركم والزنجبيل، نصف ملعقه صغيره من كل نوع. هنا فصلت الكنزة على الكبدة. الكنزة قطعتها قطع صغيرة ونحطها طيب مع الحمص لأنه كما تعرفوا صعيبة شوي باش تطيب، والكبدة لأنه ما فيهاش الروح نخلوها فيما بعد. هنا نستمر في التقلية تاعي. نعاود لكم التوابل. عندي فلفل عكري حلو اللي يحب الحار طبعا يدير الحار، عندي كزبر جاف ولا راس الحانوت كما تحبوا، وعندي فلفل كحل، زنجبيل والكركم والملح. هذوما كامل نقلوهم فيما بعد. والتابل الاساسي ولا الرئيسي، الملاحظه ولا الحيله اللي راح نعطيها لكم اليوم، التابل الرئيسي في الكمونيه هو الكمون. دائما الكمون ما نعملوهش في بدايه الاكل، خاصه في الكمونيه اول ما نبدو نقلوها. الا حبيتوا ديروا غير شويه يعني كميه قليله خلاص، لانه كنت تكثروا راح يمرر لكم الكمونيه تاعكم. دائما الكمون نطحنوه جديد ونعملوه فيما بعد يعني في الاخير. هنا مرقت بالماء سخون، نخلي الحمص المشمخ تاعي ولا مرنخ ديجا راهو نص طياب، والكنزه هذيك يطيبوا مليح يغليوا. اول ما يبدوا يطيبوا انا نغلق الكوكوط تاعي، كي يبدوا يطيبوا نحل عليهم بعد نكملوا وصفتنا لنهار اليوم. انا هنا بعد ما طابوا حليت عليهم، حليت الكوكوط باش يخرج هذاك لوفار ولا البخار هذاك، ومن بعد نفتحها ونشوفوا الحمص تاعنا اسكو طاب ولا لا. ديجا الحمص تاعي راكم تعودتوا عليا وحطيت لكم الفيديو كيفاه نرنخو، يعني دائما يكون نص طياب ويطيب لكم ما شاء الله. هنا راكم تشوفوا لاصوص تاعي شويه نقص بدات تخثر. الحمص تاعي راح نجربه قدامكم اسكو طاب ولا لا. هو والكنزه، الكنزه ديجا راهي طايبه. هنا الحمص تاعي راهو طاب زبده. هنا الخطوة المهمة في هذا الكمونية تاعكم انكم هنا تنقصوا النار خلاه وتخلوا الكسرونة تاعكم تطيب على نار قليلة خلاه، وتجيبوا هذيك الكبدة اللي قطعتوها قطع حسب طبعا رغبتكم، تحبوا تصغروا تكبروا هذه ترجع لكم. هنا السر تاع الكمونية ولا البكبوكة نعطيها لكم، بالك ما عطيتها لكمش ولا عطيتها لكم في الفيديوهات القديمة قبل 5 سنوات. البكبوكة ولا الكمونية ولا الكبدة المشرملة دائما يطيبوا على نار قليلة خلاص.
كل ما يطيبوا على نار قليلة كل من هذيك المكونات ولا الكبدة ذيك تفرز هذيك المادة تاعها وتخثر لكم الماكلة تاعكم. هنا راكم تشوفوا يعني طابت على 20 دقيقة على نار قليلة، خلاص راكم تشوفوا فيها كيفاه يعني خثارت. تشوفوا المرق تاعي جاي ما شاء الله كلش ذاب كلش بنين، الريحة ما عندي ما نقول لكم، شهيتكم بالصحة والهنا. بالنسبة للأخوات اللي دائما يقولوا لي حطي الكمونية، كنت حطيتها لكم من قبل وهاني عاودتها بالنسبة للأخوات الجدد. هنا في الأخير عندي شوية كمون هرستو الله الله في هذاك المهراس، هرستو مازال جديد. نعملو كي نطفوا الكسرونة على الكسرونة تاعكم نديروا هذيك الرشة تاع الكمون. انا هنا لانه عندي في عائلتي اللي ما يحبش الكمونيه والبكبوكه، عندي بنتي ما تاكلهمش نهائيا، دائما نعملهم مع بطاطا ولا روز ولا بيوري. اليوم عملتها مع بطاطا مقليه، وكما راكم تشوفوا ما عنديش دبشه ولا معدنوس وما عنديش القارص، درت لها شويه بصل اخضر وجات ما شاء الله. شهيتكم بالصحه والهنا، نتمنى انكم تعملوها بهذه الطريقه وتجربوها، واكيد عمركم ما تندموا عليها. صدقوني هذا الوصفه بالذات والله تاع الكمونيه عمركم ما تندموا عليها. بقات تحبوا تعوضوا هذاك الحمص بالزيتون، تعوضوه مع باليش ان تحبوا تعملوها هكاك بلا حمص، هذيك طبعا ترجع لكم. هذه وصفتي لنهار اليوم، نقول لكم نتمنى يا ربي تكونوا بخير، توحشتكم ياسر ياسر، ونتمنى منكم الصالح الدعاء لي ولكم ان شاء الله، والسلام عليكم.